يا اخويا مدبولي كل ما يتزنق يروح للحل الاسهل ويروح على طول حاطط ايده في جيب المواطن. يعني القرار بتاع رفع البنزين ده سعادتك انت بصيت فيه كويس درسته؟ طب تعال نفكر مع بعض كده بالراحه. انت لما رفعت البنزين والسولار 2 جنيه وفرت للدوله كام؟ كل اللي وفرته يا بيه 30 مليار جنيه، يعني حوالي نص مليون دولار. المبلغ ده يا رئيس الوزراء بالنسبه لدوله بحجم مصر ما يسواش حاجه اصلا مقارنه بالضغط الاقتصادي اللي القرار ده سببه للناس. لان لو حضرتك ذاكرت اللي حصل ده مش زياده في اسعار البنزين بس، لا ده كل حاجه هتغلى. ده احنا عندنا التجار هنا ما تصدق، ده اللي مربي فراخ هيقول لك اصل انا كنت لسه مفولها على في 90، اللي عامل ترمس هيقول لك ده انا باله فصلار، اللي مبوش شويه فول نابت هيقول لك ده انا كسر بنزين 80. يعني كل حاجه هتزيد يا بيه، من النقل للاكل للشحن. والاخطر بقى من كام على رئيس الوزراء ان في مصانع هتوقف شغل خالص او على الاقل هتقلل انتاجها، وده هيخلي الناس كانت شغاله تقعد في بيتها. يعني انت عشان توفر 30 مليار خسرت في المقابل يجي 100 مليار. فين يا باشا بقى العقل الاقتصادي في كده؟ ده حتى من الناحيه السياسيه مش الاقتصاديه القرار كمان غلط في توقيته. الناس يا اخي كانت لسه فرحانه بالتحركات الخارجيه والقرارات القويه اللي الرئيس خدها، تقوم انت فجاه كده تدي للناس حقنه اكتئاب. وبعدين انت قلت ووعدت الشعب المصري ان اسعار البنزين لو فضلت في السبعينات مش هتزود، طب اهي نزلت ل 62 دولار. قلت لو الدولار فضل ثابت في ال 50 مش هزود، طب اهو الدولار نزل لاقل من 50. ازاي بيه بعد ده كله تعالي؟ فين المصداقيه؟ الناس تصدق الحكومه كيف بعد كده؟ احنا عايزين يا جماعه رئيس وزراء اقتصادي دارس ومدرك تبعات القرار لما ياخده. حتى يا راجل على الاقل لما تاخد قرار زي ده لازم تكون عامل رقابه قويه على السوق قبليها، لان البنزين اللي هتزوده 2 جنيه التجار هيزودوا قدامه السلع اضعاف. هترد عليا وتقول لي احنا من اقل الدول في زياده اسعار البنزين، هقول لك عارف ده كويس، لكن تعال نقارن دخل المواطن هين كام وفي الدول دي كام. اوعى سعادتك تشتغلني، انبوبه البوتاجاز اللي هتزيد هين 50 جنيه دي هتكسر ظهر المواطن والله. المطلوب سعادتك مش انك تاخد قرارات سهله على حساب الغلابه، المطلوب انك تفكر خارج الصندوق وتلاقي حلول ذكيه ما تكسرش ظهر المواطن. احنا عارفين انك عايز تعمل اصلاح اقتصادي حقيقي واستحملنا، بس ما يبقاش كده على سياده رئيس الوزراء وشيروا له ابعتوا له.